أولا نحن شباب التغيير بهذه الحملة الدعائية اللي اتهموا فيها شباب التغيير أنه مسؤول عن حادثة الحريق في المطار الشريف. نحن نستنكر هذا العمل المشيب. لهذا السبب قمنا بالتحري عن الحادثة بتتبع القضية. توصلنا عن جميع الموظفين اللي يشتغلوا في مقر الشبيبة كانوا يدخلوا الطافلات في الليل. من شاف أحد الشبان أخته تمرق من هذا المقر في الليل مع أحد الموظفين، تملكوا الغضب ومشى جايز في المقر وحرقوا. وهذه هي الأسباب التي توصلنا لها عن الحادث. اثنان، هذه الحادثة يتصل لها قريقاو وعصابته واتهموا شباب التغيير عنه مسؤول عن الحريق. نحن شباب التغيير عملنا حملة سلمية ولا فيها الحريق ولا فيها العنف ضد أي أحد سواء هو منهم هذه الحملة. نحن قايمين بها خصيصا لتوعية الصحراويين باش نعطوهم صورة حقيقية عن هذه القيادة اللي واقفين حق اليتيم وحق الأرملة وحق الطبيب. شباب التغيير اللي كان يحرق أول شي يحرقوا قريقاو وطار الشلاد المنعول سويد أحمد البطل وضريك، ونشدوا على الصحراويين عن حملتنا واقفين فيها دائما إن شاء الله، ولانا خايفين من حق ولاهي من عادتنا نحرق المؤسسات ومطالبنا معروفة وما لنا متنازلين عنها مهما كان الثمن. ثالثا، رسالة من الشباب التغيير إلى جميع الصحراويين. نحن مجموعة كبيرة من الشباب، فينا اللي كان تابع المؤسسة العسكرية الجيش، وفينا اللي كان في المؤسسات المدنية، وفينا اللي كان عاطي عن العمل. نقول بصوت واحد نحن أحرار ولانا قابلين قيادة كون الثورة على حساب تلوجينا وشتاتنا ومعاناتنا، واللي نحن هذا قيادة واللي نحن هذه قيادة الكلي. السلام عليكم. عاش شباب التغيير، وبالاتحاد شباب التغيير بالاتحاد يقطع رؤوس الفساد. شباب التغيير قوة والقيادة ذي تدوى. حملتنا حملة سلمية ضد العصابة الإجرامية. عاش شباب التغيير، عاش شباب التغيير.